بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل الحاجة الحلوة دي مع بعض. هنبدأ بالشربات. حطينا كوبايتين مية، عليهم عصرة ليمونة، عليهم معلقة مع كوبايتين مية عليهم كوبايتين سكر، وعليهم معلقة عسل جلوكوز. لو مش موجود العسل جلوكوز مش مشكلة، وعليهم عصرة ليمونة. وبعد ما خلصت بعد الغلية ب10 دقايق بطفي عليها، وحطيت ربع معلقة صغيرة فانيليا ساية تحط باكو. هنا هعمل معاكم الجلاش. دهنت الصينية بسمنة، أنا سيحت زبدة وعليها زيت، عملت ميكس. وهناخد ورقتين من الجلاش كده ندهنهم بالفرشة ونرصهم في الصينية، كل ورقتين مع بعض. هي دهنة خفيفة بس يعني لازم تدهن الورقة كلها. بالفرشة كده بتمشي الفرشة على الرقاقة تدهن كلها. بنحط يعني أربع طبقات في ورقتين ب8 ورقات، مش هنعمل اللفة كلها، نصها بس. دهنها دهنة حلوة، مشي الفرشة عليها كلها عشان ما تسيبش حتة مش متهونة. والمتقطع ممكن الحتت الفاتت زادة بالمتقطع، لأن هي طلعت معايا متكسر فيها كتير. آخر طبقة أنا مش هدهنها بقى، أنا هقطعها الأول وبعدين بدهنها. هي طبقة مش سميكة، خفيفة، عشان احنا نسويها من غير حشو. نوش الوش بقى وندهنها بقى كلها كده، بعد كده ندخلها الفرن. هي ما خدتش معايا سمنة كتير، خدت حوالي نص كوباية. وهنا ده نص كيلو كنافة، بس مش هعمله كله، أنا عملت ربع او اكتر من ربع شوية، شلت منه حتة كبيرة، هو ربع اللي انا عملته، ورجعته في الشنطة تاني. وهتضربها في الكبة، تهركها على ايدك، بس هي مش محتاجة كبة يعني، بتتهرك على الايد على طول، خصوصا لما تكون متفرزة، بتروح يعني معاكي زي الكسكسي كده. واللي معايا لحد دلوقتي يعمل لايك وشير، وانا صباح، ودي قناتي، واللي ما شاركت معايا يشترك وتفعلوا معانا يا اهل الخير. اشتراكاتكم قلت ومشاهداتكم قلت، واعمل لايك مع اصحابكم، واعملوا شير عشان توصل لاصحابكم كل الوصفة. بنقلبها كلها، وحطيت معلقتين سكر بودرة عليها بعد ما هرقتها. حطيت عليها معلقتين سكر بودرة، لازم يبقوا بودرة عشان ما تبقاش مقرمشة، مش هتدوب فيها لما تستوي السكر الحبيبات. وانا هنا دهنة الصينية بالسمن والزيت اللي انا عاملاه، وحطيت الكنافة من غير سمنة في الاول، كلها كده في الصينية. وسويتها تسويها كلها كده مسوية واحدة، ما تخليش حتة تخينة مثلا وحتة خفيفة، عشان لما تتحمر كلها مية واحدة. بس لقيتها تخينة على الصينية سميكة، شلت منها كبشة عشان ما تبقاش تخينة أوي. بسويها كلها مع ضغطة خفيفة يعني. وبمسك كوباية سمنة معمولة متسيحة مع الزيت، وكوباية مليانة، وبرش بالمعلقة. حتى كنت هعمل بالمعلقة كده كلها اهي، هشيتها كلها وحطيتها في الفرن على درجة حرارة 180. وهنا اعمل كريم شانتيه. حطيت كوباية كريم شانتيه، وحطيت كوبايتين لبن الا ربع لبن متلج، بس هضيف الربع تاني عشان لقيتها تقيلة. وبضربه بمضرب البيض، تضربيه في الخلاط في الكبة مش هيجرى له حاجة يعني، بس انا هنا ضربتها بمضرب البيض. وحطيت معلقتين سكر بودرة عشان ده كريم شانتيه خام، بياخد حوالي اقل من 5 دقايق ضرب لحد ما يعمل منجار معاك كده، بس تقيل. انا هحط مع بقية
اللبن. دي كوباية كده الجلاش خلص وطلع من الفرن، هو لسه سخن مولع بس الشربات بارد. ودي كوباية من الشربات اللي احنا عملناه مع بعض بالمعلقة كده، وبحط عليها لحد ما تتبل كلها. انا كبيتها كوباية الكوباية كلها، وهغطيها واسيبها لحد ما تبرد على يكون الكنافة كمل السوا. وهنا الكنافة طلعت واستوت، وحطيت عليها كوباية شربات برضو بس ما طلعتش معايا في الكاميرا. حطيت عليها ملي الكوباية، وحطيت الصينية سبتهم لما بردوا خالص عشان احشيهم بقى. وهنا طلعنا الكريم شانتيه من التلاجة، وهنحشيهم. نحط طبقة كريم شانتيه فوق الكنافة. عايزة تحط معاها مكسرات حطي، بس انا ما حطيتش. انا اكتفيت بالكريم شانتيه، عملتها زي الجاتوه كده. بس الكنافة والجلاش بردوا تماما عشان الكريمة متسحش. يعني طلعتهم من الفرن وزجتهم شربات وسبتهم لما بردوا تمام. واللي ما اشتركش معايا يشترك، اعمل لايك وشير. وكل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم بخير. احتمدوها الوصفة دي لرمضان. عملناها والله طلعت جميلة، يعني طلع طعمها تحفة جدا، طلعت حلوة قوي. انا كده سويت الكريمة، بسويها معاكم بالسباتلا شيلت البسبوسة دي. اعملوا لايك وشير، متنسوش الاشتراك في القناة. هنا هضيف بس لو الكنافة في صينية طويلة زي الجلاش كده كانت هتبقى حلوة. هضيف الجلاش زي ما هو كده متقطع حتت، لما تيجي هتقطع الكنافة على تقطيعة الجلاش، هيبقى معاك الجلاش متقطع. هي بس غلبتني شوية عشان خاطر الصينية مدورة. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم بخير. اللهم بارك لنا بباقي شعبان وبلغنا رمضان يا رب. اللهم فرح كل قلب حزين، واجبر كل مكسور يا رب. هنا ممكن تحط لوز، تحط بندق، تحط اللي انت عايزاه، تحط سوداني. انا طحنت شويه سوداني وحطيتهم على وش الصينيه من فوق. حاجات بسيطه كده. بعدين ترجع لك انت، بتحط سوداني، تحط زبيب، تحط بندق، تحط لوز، اللي يعجبك، عين جمل موجود. وكده خلصت وصفتنا اهي. كل سنه وانتم طيبين. وهنطلعها معاكم كمان، اطلع لكم حته واوريكم. انا هنا بقى بقطع الكنافه بالكريمه بس، لان الجلاش مقطوع. انت حددي القطعه على حسب قطعه خلطه الجلاش، فالموضوع هيبقى سهل. او شغلت لكم فانوس، حلو يا حل. هشوف شكلها طبقات كده.